صباح الخير، معاكم احمد عمران. النهارده ان شاء الله اقول لكم على خبر مهم جدا. هو طبعا خبر بقاله فتره ان الامارات هنا ضافت فئتين علشان يقدروا يحصلوا على الاقامه الذهبيه، وهم المبرمجين والحاصلين على الذكاء الاصطناعي. فالنهارده في الفيديو هحكي لكم او هقول لكم هي ايه اصلا الاقامه الذهبيه دي، وايه المميزات بتاعتها، وايه الشروط ان يقدروا ان هم ياخدوا الاقامه الذهبيه فيها، وكمان اقول لكم ليه الامارات اصلا ضافت الفئتين دول. فتابع معايا وما تنساش تعمل اشتراك في القناه. اول حاجه هي ايه الاقامه الذهبيه دي؟ الإقامة الذهبية دي إقامة بتديها الإمارات هنا لفئات معينة زي المستثمرين والناس النوابغ. بتكون إقامة لمدة 10 سنين، بيكون هنا موجود في الإمارات لمدة 10 سنين. كمان فيها مميزات إن أنت تقدر تجيب أسرتك وتاخدوا برضو إقامة برضو 10 سنين. فالناس اللي بتدور على الاستقرار هنا في الإمارات لفترة طويلة من غير كفيل كمان، وكمان ما فيهاش شرط ان انت بعد 6 شهور لو مثلا غادرت البلد 6 شهور الإقامة بتاعتك بتتلغي. لا، الإقامة بتاعتك لمدة 10 سنين تقدر ان انت تروح وتتنقل بيها من اي بلد لبلد تانية وترجع حتى لو بعد 6 شهور. طبعا دي ميزة كويسة جدا. واكيد الامارات لما ضافت الإقامة الذهبية للفئتين دول اكيد لهدف معين. الهدف ده ان الامارات هنا عندها رؤية ان هي بحلول 2030 ان هي تكون مركز العالم في الذكاء الاصطناعي والمبرمجين. طبعا دي حاجة كويسة جدا. وكمان هنا الامارات بتعمل حاجة اسمها الدولة الرقمية، يعني بتكون كل الحاجات اللي موجودة هنا، وهي فعلا حاليا موجودة، اغلب الحاجات موجودة ان هي ديجيتال. فبيحاولوا ان هم يجذبوا امهر المبرمجين والحاصلين على الذكاء الاصطناعي علشان يكونوا موجودين هنا في الامارات. هنيجي بقى للشروط المطلوبة علشان تقدر تاخد بيها الاقامة الذهبية دي. اول حاجة ان انت لازم تكون حاصل على بكالوريوس في الهندسة، يكون مختوم من وزارة الخارجية. مثلا لو انت في مصر يكون من وزارة الخارجية في مصر والسفارة الاماراتية، يعني يكون بكالوريوس معتمد. تاني حاجة ان انت يكون عندك خبرة لمدة 5 سنين في مجال البرمجة او مجال الذكاء الاصطناعي. بس هما الحاجة كويسة ان هما مش شرطين ان انت تكون ال5 سنين الخبرة دول في الامارات او من بره الامارات. فدي حاجة كويسة جدا ان انت لو انت بره الامارات وعندك اكسبيرينس 5 سنين تقدر ان انت تحصل على الاقامة الذهبية دي. بس هم عندهم شرط ان انت لازم تكون اشتغلت في مشاريع، ومشاريع ان يكون مثلا مشاريع كبيرة في المكان اللي انت في البلد اللي انت موجود فيها، او ان انت مثلا عندك براءة اختراع مثلا، او عندك كواليفيكيشن في البرمجة مثلا مختلفة عن الناس العاديين يعني. وعلشان ان انت تقدر تقدم على الإقامة الذهبية بيكون على الموقع اللي هو ICP. انا سيب لكم الموقع ده بتقدم عن طريقه، بس انا صراحة مش عارف البروسيس بالظبط ايه. بس هو انا لو دخلت مثلا على ICP بتقدر ان انت تشوف الستبس بتاعتها وتقدم الاوراق بتاعتك. وطبعا لازم تكون الاوراق بتاعتك سليمة. وطبعا لو انت موجود هنا في الامارات بتروح اي تايبنج سنتر بيعملها لك، يعني موضوع سهل جدا هنا في الامارات وما بيكونش معقد. طبعا الميزتين دول كويسين جدا لو انت بروجرامر او واخد شهادات في AI، ان هيكون عندك استقرار هنا لمدة 10 سنين. تقدر ان انت تروح تتنقل ما بين الشركات بسهولة جدا. ولو انت مثلا فريلانسر هتنفعك جدا، مثلا ان انت هنا في الامارات، او ان انت مثلا بتدور على مستقبل هنا في الامارات، فهتكون فرصة كويسة جدا ليك. تمام، اتمنى ان انت لو وصلت لغاية هنا اشكرك طبعا، واشكرك لو انت عملت لي لايك واشتراك في القناة. يلا سلام.